السلام. مساء الخير. سنور. سلامات. الله يسلمك. عسى ما تأخرنا عليك. لا. كيف حالك؟ طيبة. أهلا وسهلا. بشرينا عنك. الحمد لله زينة. عساك بخير. اي والله الحمد لله. خير من شفتك. الله يسلمك. أنت طيبة؟ اي والله الحمد لله. هذه الوالدة. مساء الخير. كيف الحال؟ سلامتها إن شاء الله. طيبة إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. طيبة. اي والله الحمد لله. كم صار لك هنيدة؟ صار لي تقريبا حوالي 3 أسبوعين. أسبوعين. وإن شاء الله نتائج طيبة. الحمد لله. تحسين إنك أحسن؟ الحمد لله. الحمد لله. دكتور فيصل. أعرفك. هذا. تعال قرب. هذا. أي. هذا اللي هيئني نفسيا قبل علاج، ريحني نفسيا. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. قبل علاجي. ما شاء الله. الله يسخر ان شاء الله. هذا صار ابوي قبل ما يصير دكتوري. الحمد لله. فيك ويسلمك. راحته الحمد لله. ما يريك ان شاء الله مكروه. ان شاء الله. وان شاء الله نشوفك طيبه وطالع بالسلامه. ان شاء الله. انا ما جيت الا عشان رسالتك اللي ارسلتيها لي. فاكرتها؟ ايوه. طلبتيني اني اجيك اول مره اسمع بك والله. ايوه. ولما جت لي رسالتك جيت. وجيت اطمن عليك اولا، وثانيا تحت امرك فيما تريدين. بس علميني وش تبين. ابي طلب واحد بس. تفضلي. ابي الوسيله الاتصال بيني وبينك ما تنقطع. ان شاء الله. يعني ما بنفس الوسيله، ان شاء الله اتواصل معك. ابد، هذا الدكتور فيصل يرتبها دائما ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك على القسم هذا اللي لا اله الا الله تبارك. عساه ان شاء الله زين. الحمد لله. الله ينفع به. الله الحمد لله، بعد الله سبحانه وتعالى ينفعني ونفع غيره ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. تسمحي لي احب راسك؟ اكيد. تعال. ما شاء الله. انا احب اهديك هديه. وش تعملين؟ ما قلنا كلام. وش تبين؟ ها؟ ما في شيء. ايش تبغين يعني؟ وش انت محتاجه له؟ ما قلنا كلام. انا برسل لك هديه. تقبلينها؟ ها؟ ممتاز. خلاص انا بقدرها لك واجيبها لك ان شاء الله. شكرا. لا، هي امرت وانا نفذنا. الله يجزاك خير. هي امرت وانا نفذنا. انتم ولاة امرنا كلنا. تعليق وما تعليق وما شابه. كتبت هذه الرسالة للأمير فيصل بن بندر إنه يزورني، واليوم الحمد لله زارني وشرفني وهداني سيارة. مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بمنطقة القصيم ببريدة، وانشئ بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر حفظه الله، وبدأت الفكرة في عام 1419. ولكن يجب أن يكون هناك دعم قوي جدا لمراكز الأورام عموما لكي تقوم بجميع المهام المطلوبة منها. فلم يرى النور المركز كبداية إلا بعدما اعتمد كتشغيل ذاتي، ولله الحمد والمنة، في عام 1430. بعدها وضعت الخطط الاستراتيجية للبدء والتطوير والاستقطاب المرضى وانطلاقة العلاج الأول له. المركز يعالج الفئتين، الكبار والصغار. بدأ علاج الأطفال قبل علاج الكبار، إلى أن تم استكمال جميع الطاقمين، طاقم الكبار وطاقم الأطفال.